مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. مصدر داخل الاهلي يؤكد بان اشرف داري اكد للكابتن وليد صلاح الدين رغبته القويه في البقاء داخل الاهلي ومنحه فرصه اخيره خلال الفتره المقبله حتى نهايه الموسم، واكد له بانه سيبذل اقصى ما لديه من اجل اثبات امكانياته وقدراته للجميع من اجل البقاء داخل الاهلي. كمان الكابتن وليد صلاح الدين طلب من اللاعب بضروره العوده بقوه بعد التعافي من الاصابه، وانه سيتم تاجيل حسم موقفه من الرحيل او البقاء داخل الاهلي بعد العوده من الاصابه، رغم تاكيد بعض المصادر الموثوقه بان هناك تواصل من جانب الاهلي مع محمد حمدي لاعب بيراميدز من اجل التعاقد مع اللاعب خلال انتقالات يناير القادمه. مصدر داخل بيراميدز ينفي كل ما يقال عن تواجد مفاوضات من جانب الاهلي مع محمد حمدي من اجل التعاقد مع اللاعب خلال فتره الانتقالات المقبله، ويؤكد بان كل ما يقال غير صحيح وليس له اي اساس من الصحه، خاصه وان اللاعب عقده ينتهي مع الفريق في نهايه الموسم المقبل وليس الموسم الحالي كما يقال، وان بيراميدز بيسعى في الوقت الحالي لتمديد عقد محمد حمدي مع الفريق لمده عامين بشكل رسمي بعدما تم الاتفاق بين الطرفين. وكيل فيستون مايلي لاعب بيراميدز يؤكد بانه تواصل معه احد الوسطاء من جانب الاهلي من اجل الاستفسار عن امكانيه تعاقد الاهلي مع اللاعب خلال انتقالات يناير القادمه، ويؤكد بان العرض الذي عرضه احد الوسطاء للاهلي على اللاعب لم يتناسب مع اللاعب نظرا للعروض الضخمه المقدمه له مؤخرا، خاصه وان اللاعب يمتلك عرض من احد الانديه السعوديه يتخطى $7 مليون في الموسم، والذي يكون اضعاف العرض المقدم من جانب الاهلي للاعب. يس تروب مدرب الاهلي يستقر على عوده الثلاثي احمد السيد زيزو واشرف بن شرقي وتريزيجيه تشكيل الاهلي الاساسي في مباراه بتروجيت في بطوله الدوري المقرر اقامتها مساء يوم الاربعاء القادم، ولذلك من اجل مواصله الانتصارات المحليه للحفاظ على صداره جدول الدوري محمد شريف يرافق بعثه الاهلي المتجهه الى الامارات يوم الاثنين المقبل لخوض بطوله السوبر المصري، ولذلك بعد تحسن حاله اللاعب الطبيه بشكل كبير واقترابه من العوده للمشاركه في التدريبات الجماعيه. كمان الجهاز الطبي للاهلي بيؤكد بان اللاعب بيواصل تنفيذ المرحله الاخيره من برنامج التاهيل الذي وضعه الجهاز الطبي له مؤخرا على امل جاهزيته للمشاركه في التدريبات بشكل تدريجي خلال معسكر الاهلي في الامارات. امام عاشور بيستعد للظهور في ملعب التتش بعد غياب 74 يوم بسبب الفيروس الذي تعرض له مؤخرا، والجهاز الفني للاهلي بقياده تروب وضع برنامج تاهيل خاص لتجهيز امام عاشور للعوده للمشاركه في التدريبات الجماعيه بعد تعافيه من الفيروس الذي تعرض له مؤخرا. ومصدر داخل الاهلي يؤكد بان البرنامج التجهيزي لامام عاشور الذي وضعه يس تروب يتضمن 5 مراحل تبدا بالمشي الخفيف حول الملعب ثم الجري ثم المشاركه تدريجيا في التدريبات ثم المشاركه تدريجيا ايضا في المباريات، وبين كل مرحله ومرحله سيجري اللاعب فحوصات دوريه طبيه وتحاليل دم مع نهايه كل مرحله لمتابعه تطورات حالته الطبيه والاطمئنان عليه بشكل اكبر. احمد شوبير معلقا على شكوى الاهلي ضد الحكم السنغالي عيسى سي بسبب طرده لجراديشار خلال مباراه الاهلي وايجي النوار في دوري الابطال، يؤكد بان الواقعه دي لو كانت في اوروبا كان الايقاف هيترفع عن اللاعب والحكم هيتوقف والامور تنتهي سريعا، لكن في افريقيا لا اضمن لك اي شيء. اتوقع بان الكاف هيكتفوا بايقاف جراديشار مباراه واحده وايقاف الحكم ايضا، لكن لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي اتشالت واللي جايين لسه مش عارفين اي حاجه عن الكره الافريقيه، واتمنى الامور تتظبط بقى عشان الامر بقى سخيف جدا. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده اللي بتمنى ينال اعجابكم. في نهايه حلقتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي.